كل واحد فينا عنده مشاكل وبيدور لها على حلول، بس ماذا لو في حل واحد مضمون، حل أقوى من أي حاجة نعرفها؟ النهاردة هنكتشف الحل ده سوا ومن زاوية ممكن تغير كل حاجة في حياتنا. كلنا بنمر بالإحساس ده، الإحساس إن الصوت مش واصل. بترفع إيدك وتدعي من كل قلبك، لكن في شعور غريب كده، زي ما يكون في حاجز. ووقتها بنسأل أسئلة صعبة، زي ليه لما بتحصل أزمات كبيرة وملايين بتدعي بنحس كأن مفيش استجابة؟ هل المشكلة في الدعاء نفسه، ولا يمكن إحنا اللي فاهمينه غلط؟ الإجابة ممكن تكون أقرب مما نتخيل. ممكن تكون في فهمنا إحنا للدعاء. جايز المفهوم اللي عندنا عنه محتاج يتغير شوية، لأنه في حقيقته أعمق وأكبر بكتير من مجرد لستة طلبات بنقدمها وقت الزنقة. وهنا بقى نقطة التحول كلها. الحديث ده مش بيقول إن الدعاء جزء من العبادة، لا لا، ده بيقول إن الدعاء هو العبادة، هو الأصل، هو القلب والجوهر لعلاقتنا بربنا. المقارنة دي بتوضح كل حاجة. كتير مننا بيتعامل مع الدعاء كأنه زرار الطوارئ، آخر حل بنلجاله. لكن الحقيقة القرآنية بتقول لأ، ده منهج حياة متكامل، مش شوية كلام بنردده وخلاص. دي أداة قوية بتعيد تشكيلنا إحنا من جوه. تمام. يبقى نبدأ منين صح؟ نقطة الانطلاق الحقيقية لأي تغيير مش في الظروف اللي حوالينا على فكرة، لا هي جوانا إحنا. ويمكن دي أكبر مشكلة بنقع فيها. كلنا بنبقى عايزين الظروف تتغير، الحال يتصلح والمشاكل تختفي، وبننسى أهم عنصر في المعادلة كلها: نفسنا. التغيير الحقيقي بيبدأ من جوه لبره، مش العكس أبدا. والقصة دي بتوضح الموضوع ده قوي. تخيلوا معايا الموقف، سيدنا أبو بكر الصديق أفضل راجل في الأمة بعد الأنبياء بيروح للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له علمني دعاء أدعي بيه في صلاتي. يعني المفروض نفكر، واحد زي ده شايل هم الأمة كلها هيطلب إيه؟ وهنا بقى تيجي الإجابة المفاجأة. النبي ما علمهوش دعاء يطلب فيه نصر أو تمكين أو فلوس، لا، علمه يبدأ بنفسه ويعترف بضعفه وتقصيره. يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده درس عميق جدا. مفتاح الدعاء الصح هو إنك تبدأ بنفسك. طيب جميل، لو الدعاء منهج حياة، إزاي بقى نعيش بالمنهج ده؟ إزاي نتحول للشخص اللي الدعاء جزء أساسي من تكوينه؟ أو زي ما ممكن نقول نكون إنسان الدعاء. وهنا بيجي سر الموضوع كله. القاعدة الذهبية بتقول الدعاء بيغيرنا إحنا الأول، وبعدين بيغير الواقع اللي حوالينا. الضمانة في الدعاء مش إن الظروف هتتغير فوراً، لأ، الضمانة في إننا إحنا اللي هنتغير، والإجابة بتبدأ من جوه، من حالنا إحنا الداخلي. القصة دي بتوضح نقطة في منتهى الخطورة. تخيلوا معايا المشهد، راجل مسافر سفر طويل وتعبان وشكله متبهدل، يعني ظاهرياً كل أسباب استجابة الدعاء موجودة. لكن في شرط أساسي ومهم جداً كان ناقص: مصدر رزقه. مطعمه حرام ومشربه حرام، فإزاي ربنا هيستجيب له؟ ربنا طيب لا يقبل إلا طيباً. والموضوع على فكرة مش بس أكل وشرب حلال، الدعاء مرتبط بحكمتنا في قراراتنا وعلاقاتنا. يعني ربنا مش هيستجيب لدعاء بيشجع على قطيعة الرحم، أو بيدعم الإهمال المالي، أو التصرفات اللي ما فيهاش حكمة. المنظومة كلها متكاملة. في برضه فكرة غلط منتشرة إن الدعاء معناه إننا نفضل قاعدين متواكلين وما نعملش حاجة ونستنى الحل ينزل من السماء، بس الحقيقة عكس كده تماماً. الدعاء هو القوة اللي بتدي معنى وقيمة لكل مجهود بنعمله. الفرق شاسع بصراحة، مش مجرد قعدة وانتظار، لا ده تخطيط دقيق وشغل بجد، وفي نفس الوقت قلبك متعلق بربنا. الإيمان الحقيقي هو معادلة من جزئين: اعمل كل اللي عليك، كل الأسباب الممكنة، وبعدين توكل على الله بقلبك كله. والمثال ده بيوري الموضوع بشكل عبقري. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام عمل كل حاجة ممكن تتعمل كقائد عسكري، اختار مكان المعركة ونظم الصفوف وشاور أصحابه، ولما خلص كل الأسباب المادية دي رفع إيده للسماء وفضل يدعي ويدعي لدرجة إن رداء وقع من على كتفه. هو ده التوازن. طيب كلام جميل، إزاي نطبق الكلام ده بشكل عملي في حياتنا اليومية؟ في منهج حياة متكامل ممكن نلخصه في أكتر 5 أدعية النبي كان بيكررها، ممكن نسميها الخماسية النبوية لحياة متكاملة. الخماسية دي بتقدم نظام واضح لإدارة حياتنا بالدعاء. بتبدأ بالرؤية الكبيرة، وبعدين بتركز على نفسك، وبعدين إزاي تتعامل مع التحديات، وبعدها مراجعة أفعالك، وأخيراً الصيانة والمتابعة المستمرة. أول حاجة الرؤية. الدعاء ده بيرسم لك البوصلة. الهدف مش إننا ننجح في الدنيا بس وننسى الآخرة، ولا إننا نركز في الآخرة ونهمل حياتنا. لا، الدعاء ده بيطلب الخير في الاتنين، بيطلب التوازن والنجاح هنا وهناك. بعد ما حددنا الرؤية بنرجع لنقطة البداية تاني: النفس.
مركز التحكم في الإنسان هو قلبه، والغريب إن النبي نفسه أثبت الخلق قلباً. كان بيكرر الدعاء ده كتير قوي، وده بيعلمنا إن أهم حاجة نشتغل عليها هي ثبات قلوبنا وصلاحها. الدعاء ده بقى عامل زي الدرع الواقي ضد أكبر التحديات اللي بتقابلنا، الهم من اللي جاي والحزن على اللي فات، العجز عن الفعل والكسل في الإرادة والجبن والبخل اللي بيمنعونا ناخد خطوة أو نساعد غيرنا. دعاء شامل بيحصنك من كل ده. وهنا بقى بنوصل لمستوى تاني خالص من محاسبة النفس. احنا مش بس بنستعيذ من شر الحاجات الغلط اللي عملناها، لا، وكمان من شر التقصير في الخير اللي كان ممكن نعمله وما عملناهوش. ده بيخلق عندنا دافع دايم إننا نستغل كل طاقتنا في الصح. وآخر حاجة هي الصيانة الروحية المستمرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكثر من الدعاء ده بالذات في آخر أيامه، وده بيورينا إنه مهما وصلت منزلتك أنت محتاج دايما للتسبيح والاستغفار عشان تحافظ على علاقتك بربنا نقية وصافية. ودلوقتي نوصل للسؤال اللي يمكن بيشغل بال ناس كتير، سؤال مهم جدا. طيب أنا بدعي وبدعي بس اللي بطلبه مش بيتحقق، إيه اللي بيحصل؟ السؤال ده ممكن يكون سبب شك عند البعض ويحسسهم إن دعائهم بيروح على الفاضي، بس الحقيقة إن فهم الإجابة بيغير نظرتنا كلها لمفهوم العطاء من ربنا. الإجابة بتيجي في 3 أشكال وكلهم مكسب. يا إما الدعوة بتستجاب زي ما طلبتها بالظبط في الدنيا، أو ربنا بيصرف عنك شر أو مصيبة كانت هتحصل لك بنفس قيمة دعوتك، وده عطاء خافي ممكن ما نبقاش شايفينه، أو وده الأعظم إن الدعوة دي بتتشال أجر وثواب عظيم في الآخر. يعني في كل الأحوال الدعاء عمره ما بيضيع. وعايزين نختم بالحكمة العميقة دي. ساعات المنع إن ربنا يمنع عنك حاجة طلبتها بيكون هو نفسه أكبر عطاء. ممكن يكون بيحميك من شر أنت مش شايفه، أو بيجهزك لحاجة أحسن. الفهم الحقيقي هو إننا نثق إن كل تدابير ربنا خير، حتى لو كانت عكس رغباتنا. في النهاية إزاي كل ده بيتربط ببعضه وبيكون هو فعلا المفتاح الحقيقي لحل مشاكلنا؟ الحل مش عصاية سحرية، الحل هو منهج بيغيرنا إحنا من جوه، مش بس بيغير ظروفنا اللي بره. لما بنشتغل على نفسنا ونصلح علاقتنا بربنا ونلتزم بمنهجه في كل تفصيلة، ساعتها مشاكلنا بتبدأ تتحل، لأننا إحنا اللي اتغيرنا وبقينا مؤهلين للحل. وهنا الخلاصة كلها، السؤال اللي لازم كلنا نسأله لنفسنا: لما نرفع إيدينا للسماء هندعي عشان نغير الظروف ولا عشان نغير نفسنا الأول؟ البوصلة لازم تتغير من بره لجوه. ميعادنا بكرة الساعة 6 في حلقة جديدة من 6، ما تتأخروش.